ملكة الجريمة والغموض، هي الأشهر في عالم روايات الجريمة. كاتبة لو سرشت عنها هتلاقي لغز حوالين اختفائها لمدة 11 يوم. أنا مروة خالد ودي أول حلقات بودكاست كتاب من الآخر، استنوني بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتاب من الاخر، رحب بكم. انا مروه خالد ويلا نبدا. اعتقد من الانترو فهمتوا ان احنا هنتكلم النهارده عن اجاثا كريستي. اسم اجاثا كريستي من الاسماء المألوفه، يعني ممكن تكون سمعته مثلا في عالم المؤلفين والروايات، او ممكن تكون شفت الفيلم ده متحول من احد رواياتها. عشان كده بشوف ان قصه زي قصه اجاثا كريستي قصه محتاجه تتحكي، سواء قصه حياتها او مؤلفاتها او اسلوبها او الافلام اللي اتحولت عنها، يعني محتاجه حلقه طويله. عشان كده قررت اعمل الحلقه الطويله دي. المهم انك ما تزهقش، روح اعمل مشروب دافي حلو كده لذيذ وتعالى ابدا معايا الحلقه من اول ولادتها. اجاثا اتولدت في عيله من الطبقه المتوسطه، تلقت اغلب تعليمها في المنزل. الغريب بقى يا صديقي ان بدايه كتابتها كانت الملل، زي ما بقولك كده، الملل اللي خلى اجاثا كريستي تكتب اول رواياتها. شوف بقى انت الملل بيعمل فيك ايه، بيخليك تقعد كده تقلب وتسكرول على الفيسبوك وتقلب في ريلز. هي الملل خلاها ملكه روايات الجريمه. انا لو مكانك ابدا اخاف يا صاحبي، اكشلي وانا مكانك، بس ما بنقولش الحاجات دي. اجاثا وعلى عكس المتوقع بدايتها ما كانتش ناجحه تماما، اترفض لها 6 مؤلفات، لكن رغم ده ما يأستش وفضلت مكمله. في بعض القصص اللي قراتها ان اختها كانت بتكتب وكانت ناجحه جدا وكانت بتغيظها بده، بس ده خلى اجاثا تفضل مستمره لحد ما تنشر لها اول روايه سنه 1920، روايه باسم قضية ستايلز الغامضة. الرواية دي بدأت كتابتها 1916. رواية كان فيها الشخصية الأشهر على الإطلاق في روايات أجاثا كريستي، شخصية هيركل بوارو، الشخص الذكي اللي مفيش قضية بتقف معاه، وهنتكلم عنه أكتر بس شوية كده. خلينا نرجع لرواية قضية ستايلز الغامضة. الرواية باختصار كانت بتدور في إنجلترا وقت الحرب العالمية الأولى، بتدور أحداثها حوالين قصر بتمتلكه السيدة إيميلي، واللي كانت أرملة ورثته عن جوزها بيعيش معاها في القصر ولاد جوزها من مراته الاولى. ايميلي بعد وفاه جوزها اتجوزت واحد تاني اسمه ألفريد، واللي بالمناسبه كان اصغر منها سنا. في ليله من الليالي بيكتشفوا موت السيده ايميلي مسمومه، وبيلجأوا للسيد بوارو علشان يحل لغز القضيه دي. في الاول الشكوك بتكون اتجاه ألفريد اللي هو جوزها، بعد كده بتتحول لجون اللي هو ابن جوزها اللي مات. بس السيد بوارو بذكائه وعبقريته الجبارة بيكتشف مين اللي قتل. مش هحرقها لكم، هسيبها لما تقرأوا الرواية. الرواية اتوصفت انها مبدعة وانها عملت رهان انها تكتب رواية ما يقدرش القارئ يعرف القاتل بسهولة جدا، وبصراحة اشهد على ده اغلب روايات اجاثا كريستي بتمتاز ان انت مش بسهولة جدا تعرف القاتل، بتفضل لحد اخر شابتر في الرواية لحد كده ما تبتدي تخمن او تعرف مين هو القاتل. الرواية عجبت الجميع، حتى مجلة ذا نيويورك تايمز قالت: على الرغم من أن هذا قد يكون أول كتاب منشور للأنسة أجاثا كريستي، فهي تظهر مهارة كاتب متمرس. يجب عليك الانتظار حتى الفصل قبل الأخير في الكتاب للحصول على الرابط الأخير في سلسلة الأدلة التي مكنت السيد بوارو من كشف كامل للمؤامرة المعقدة ووضع ذنب الجريمة حيث ينتمي حقا. ويمكنك بأمان أن تراهن نفسك بأنك ستستمر في التخمين حول الحل حتى تستمع إلى كلمات السيد بوارو الأخيرة حول قضية ستايلز الغامضة. ومن المؤكد أنك لن تضع هذا الكتاب الممتع جانبا أبدا. بص يا صديقي، زي ما قلنا ان 1920 كان نزول اول رواية لاجاثا كريستي، لكن قبلها بكم سنة حصل كده حدث مهم في حياتها. سنة 1912 قابلت في حفلة راس شخص اسمه ارتشي. 1913 اتخطبوا، 1914 اتجوزوا وراحوا انجلترا سوا، وده كان مع نهاية الحرب العالمية الاولى. بعد كده خلفت بنتها الوحيدة روزاليند. وبنمر في محطة مهمة جدا في حياة اجاثا كريستي وهي سنة 1926، وهي لما جه جوزها ارتشي الخاين الواطي الغشاش يقول لها احنا عايزين نطلق، وده لان الباشا اتعرف على واحده اسمها نانسي وعايز يطلق عشان يعرف يتجوزها. هنا اجاثا بتتعرض لصدمه كبيره خصوصا بعد وفاه والدتها. كلهم مصطفى ابو حجر يا اجاثا يا اختي. انا قلت لكم مش مستريحه من البدايه، ما قلتلكمش، انا قلت لكم دلوقتي. صدمتين في حياه اجاثا كانوا صعبين جدا واللي وصلوها للغز اختفاء اجاثا لمده 11 يوم، وهو لغز مشهور جدا. لكن قبل ما نتكلم عن اللغز تعالى كده هاخدك في نفس السنة قبل ما يحصل الموضوع ده كله. نشرت اجاثا رواية مشهورة جدا ليها وهي مقتل روجر أكرويد. الرواية دي اتوصفت بالتحفة لدرجة ان اتصوت لها من جمعية الجريمة البريطانية للكتاب كأفضل رواية جريمة. رغم ذلك الرواية لقت جدل رهيب جدا لدرجة ان اعتبرها البعض انها غير عادلة بالنسبة للقارئ. طب ايه السبب؟
بص هقولك السبب، بس هو في حرق. لو انت عايز تقرا الروايه ممكن تعدي الحته الصغنونه دي. السبب ببساطه لان القاتل هو الراوي، ودي كانت حاجه غريبه جدا ان هي تحصل في ادب الروايات الجريمه. وصل الامر ان هم كانوا عايزين يطردوا اجازه من نادي التحري لانتهاك قواعد اللعب العادل، بس اللي خلاها صوت رئيسه النادي. الروايه دي اللي خلت معنى جديد لقانون الادب البوليسي، وهو من حق القارئ ان يشتبه في الجميع، يشتبه في كل الناس حتى المقتول نفسه. هقولك ملخص الروايه دي سريعا. بص يا سيدي، الروايه دي كانت بتدور في انجلترا لما ارمله سريه ماتت منتحره، لكن في حد بيبتزها لانه عارف ان هي قتلت جوزها. قبل ما تموت بتبعت رساله لروجر اكرويد اللي هو كان هيخطبها، وبتحكي له فيها كل حاجه. وبعد ما روجر اكرويد قرأ الرساله بيتقتل روجر اكرويد، وبيبقى مقتله لغز كبير. في البدايه الشكوك كلها كانت على ابنه بالتبلي اللي هو اسمه رالف، فبيضطروا ان هم يلجأوا لهيركل بوارو، واللي كان في الوقت ده تقاعد من موضوع التحقيق وقرر ان هو يقعد في القريه عشان يزرع كوسه. لكن بوارو بيقبل التحقيق في القضيه، وبيساعدوا فيها الطبيب شبارد اللي اكتشف الجريمه. احب احرق لك بقى بما اني حرقت لك كتير ان شبارد الطبيب اللي كان بيساعد بوارو هو راوي القصه، هو القاتل. فهو ده اللي عمل الجدل حوالين الروايه. يعني ازاي تخليني اامن للشخص ده واقول مستحيل هو ويطلع هو، اللي هو حرفيا لحد اخر فصلين انت ما بتبقاش عارف مين القاتل، وبتشك في كل الناس ما عدا الشخص اللي هو قتل اصلا. يعني اخر فصلين فعلا ما بتبتدي تبان حقيقه، انت بتقعد تقول لمي لي يا ابني كل التوقعات اللي قعدت اتوقعها دي، واعمل لي توقعات جديده لانج، وهدي لي كل توقعاتي. لكن زي ما قلنا كان اسلوب مختلف وروايه مختلفه جدا. يعني بعد الروايه دي انا بقيت اشك في اي حد في اي روايه. يعني ممكن اشك ان المقتول نفسه هو اللي قتل نفسه، او بيستخبى علينا مش اشك في الجميع، اشك في الجميع. وزي ما كان لغز مقتل روجر اكرويد في الروايه اللي لسه حاكينها كان حدث مثير، لغز اختفاء اجاسا كريستي كان الحدث الاكثر اثاره، لان اجاسا كريستي اختفت لمده 11 يوم. اجازا يعني بعد ما اتصدمت في ريتشي الخاين الغدار الغشاش كل الصفات دي، بتسيب بيتها في انجلترا وبتختفي تماما، بتسيب العربيه على الطريق وبتختفي. اختفاء اجاسا بيكون حدث وضجه اعلاميه كبيره، بيبتدي ان يدور عليها كل الناس سواء شرطه او مدنيين. الموضوع حرفيا كان قلب الدنيا. يعني لو في سوشيال ميديا كانت اجاسا كريستي هتطلع ترند، وكنت هتلاقي نوعيه الفيديوهات اللي هي شوف شكل اجاسا كريستي قبل الاختفاء، او ايه هو سر اختفاء اجاسا كريستي. عارف نوعيه الفيديوهات العبيطه دي؟ كان هيبقى ده كل المنتشر وقتها يعني. وطبعا الشكوك كلها كانت رايحه على جوزها. احسن امر اختفاء اجاسا كريستي كان بيشغل الجميع، الامر اللي وصل ارثر كونان ان هو يستعين بوسيط علشان يلاقوا اجاسا كريستي. بس بعد كده بيلاقوها عن طريق ان في واحد اتعرف على شكلها وهي موجوده في احد الفنادق بعد اختفائها لمده 11 يوم. الفكره ان اجاسا كريستي ما كانتش فاكره اي حاجه من اللي حصل ده. البعض بيرجح ان السبب كان الصدمه والاكتئاب اللي هي كانت فيه، البعض الاخر بيقول ان هي كانت بتحرق جوزها وبتقرص ودن حبه. يعني بصراحه يستاهل بتاع نانسي ده. بس في الاخر سنه 1928 اتطلقوا. تعرف بقى يا صديقي ان اجاسا كريستي ده اللقب اللي خدته من طليقها ارتشي ده، واللقب ده فضل معاها حتى بعد الطلاق، وحتى بعد ما اتجوزت جوازتها التانية. وده اللي بيوصلنا لمرحله تانية في حاجات اجاسا كريستي، وهي سنه 1930 بتسافر اجاسا وبتتعرف على ماكس مالون عالم اثار، وده بيكون جوزها التاني. رغم انه كان اصغر منها بسنين كتير، الا ان جوازهم كان جواز ناجح واستمر حتى وفاتها. جواز اجاسا كريستي من ماكس مالون ساعدها ان هي تتعرف على بلاد الشرق، زارت مصر والعراق وسوريا وبلاد فارس، كل ده وده اللي اداها خبره وساعدها تكتب روايات ناجحه جدا. جواز اجازه من ماكس اداها استقرار اكتر، وده اللي خلاها تبدع وتكتب احسن. عرفتي ان في واحد بيطفي الواحده ويجيب لها اكتئاب ويخليها تختفي 11 يوم، واحد خلاها تكتب وتبدع. المشكله فيه هو مش فيك يا عزيزتي. ماكس بيقول في مذكراته عن طقوس اجازه في الكتابه، كان عامل لها اوضه في اخر البيت كانت بتقعد فيها من الصبح تكتب رواياتها وتقعد تطبعها بالاله الكاتبه، وده اللي خلى اجازه تكتب بشكل مستمر. كتبت 6 روايات في مواسم متتاليه. ابداع يا اسطى، ابداع. حتى كانت بتروح معاه اماكن التنقيب، زي ما راحت مع البعثه البريطانيه للتنقيب في نينوى شمال العراق. كانت علشان تكتب بتنصب خيمه بعيده عن دوشه الحفر وتقعد تكتب. يعني كانت بتبدع في كل الاوقات وفي كل الاماكن. علاقه ماكس واجازه كانت علاقه فريده من نوعها، يعني كانوا فعلا بارتنر حقيقيين لبعض. هي كانت بتساعده في التصوير الفوتوغرافي او عمل الفهارس، وهو كان بينظم اعمالها وبيحل مشاكلها الماليه مع المنتجين ومع المؤلفين ودور النشر والقصص دي كلها. زي ما قلت لك في البدايه، وجود اجازا كريستي في بلاد الشرق خلتها تبدع وتكتب حاجات جميله جدا. يعني كانت موجوده في سوريا وخصوصا في حلب، كتبت روايه من روائعها قطار الشرق السريع، والروايه دي كانت تحفه التحف عشان مكتوبه في سوريا. اهلنا في سوريا بنحبكم والله. لازم الروايه تبقى تحفه، مكتوبه في سوريا يعني البلد القمر.
الرواية باختصار بتتكلم عن جريمة حصلت في قطار الشرق السريع، وبيكون موجود فيها هيركول بوارو اللي اتكلمنا عنه من شوية. المقتول ده مش يعني هحاول احرق لك وما احرقلكش. المقتول ده بيكون شخص هو نفسه مجرم ما اتحققتش فيه العدالة، لكن بيتقتل في القطر وبنعرف قصته وهو عمل ايه ومين اللي قتله، والقصص دي كلها هتعرفها لما تقرأ الرواية. ما حرقتش اهو. وجودها في دول الشرق زي ما قلنا خلاها تكتب حاجات رائعة زي نجمة فوق بيت لحم، او موت على النيل، او مسرحية اخناتون اللي عملتها لما زارت مصر سنة 1931. اجاسا لما وصلت لسن 85 سنة كان اجمالي اعداد الاعمال اللي كتبتها 85 عمل، يعني بمعدل عمل لكل سنة. يعني ما شاء الله غزارة في الانتاج وخيال بيرفكتو. ده طبعا نتيجة الخيال والخبرات اللي اكتسبتها لما اتجوزت ماكس وسفرها لبلاد الشرق وكل الخبرات اللي عدت عليها في حياتها دي كلها. عايزه اقول لك يا صديقي ان جوازها من ماكس استمر لمده 45 سنه لحد وفاتها. من احد القصص اللي قريتها ان لما اتسالت ايه سر تعلق وحب ماكس ليها قالت لهم ان الامر ده طبيعي لان ماكس عالم اثار فبيعشق الاثار القديمه. والله يا اخت اجاسا كنت ممكن تقولي ان هو عالم اثار فبيقدر يقدر الكنوز، كانت تبقى احلى وانت تستاهليها، بس يلا بقى هنقول ايه. وبنوصل لاخر مرحلتين في حياه اجاسا كريستي، وهي سنه 1971 الملكه اليزابيث الثانيه بتمنح اجاسا لقب السيده، وفي 12 يناير 1976 بتموت اجاسا كريستي في بيتها وبتدفن في ساحه كنيسه سانت ماري. روايات اجاسا كريستي باعت حوالي 300 مليون نسخه. احد النظريات اللي طلعت على اجاسا كريستي ان جالها زهايمر في نهايه ايامها، ما تمش تشخيصها بشكل رسمي. لما اتعمل دراسة على رواية أجاسا كريستي من أستاذ اللغة الإنجليزية أبان لانكشاير من جامعة تورونتو، لقى إن مفردات أجاسا كريستي قلت بمعدل 20% في آخر 16 رواية كتبتهم، وده اللي بيقوله يعني بيؤكد نظرية إن هي جالها زهايمر في الأواخر. هكلمك بقى دلوقتي عن الرواية الأشهر على الإطلاق من رواية أجاسا كريستي، وهي ثم لم يبقى احد. بجد الروايه دي تحفه، وتعتبر هي اول روايه قراتها لاجاسا كريستي. علشان انا بحبها مش هحرقها لك ولا اقول لك اي تفاصيل عنها، هسيبك انت تقراها، ودي من اول الحاجات اللي برشحها لك لاجاسا كريستي. يمكن تكون قصه اجاسا بتفنش معايا، بس انا قررت ان انا لازم احكي لك عن حاجه مهمه جدا، وهي الشخصيتين الاشهر على الاطلاق في روايه اجاسا كريستي واللي استخدمتهم كتير جدا، وهما السيده مارفل وهيركول بوارو. احنا اتكلمنا شويه كده عن هيركول بوارو اثناء اللي فات ده، لكن انا هكلم لك عنه بشكل تفصيلي. هنبدا بالسيده مارفل واللي كانت ذكيه ذكاء حاد، رغم ان هي كانت عايشه في قريه، بس خبرتها في الحياه وذكائها الحاد كان بيساعدها ان هي تحل الالغاز وتحل القضايا كده. مارفل كانت موجوده في روايات اجاسا كريستي بمعدل 12 روايه و20 قصه قصيره. اجاسا كريستي بتقول ان شخصيه مارفل بتشبه شخصيه جدتها. شخصيه الانسه مارفل كانت كبيره في السن وما اتجوزتش، وكان الاقرب ليها اولاد اخوها واختها. زي ما قلت لك ان اعمال اجاسا كريستي اتحولت لافلام. شخصيه مارفل برضو اتجسدت من ممثلات كتير، لكن اكتر ممثله عجبت اجاسا كريستي كانت انجيلا لانسبري، لان هي مثلت السيده مارفل بشخصيتها الصارمه الجاده زي ما كتبتها ووصفتها اجاسا كريستي. اما عن هيركول بوارو فهو كان موجود في 34 روايه و50 قصه قصيره. الغريب بقى يا صديقي ان اصلا اجاسا كريستي ما كانتش بتحب شخصيته، وكانت هتموته في احد الروايات، لكن علشان الجمهور كان بيحبه ابقت عليه. وفعلا شخصيه هيركول بوارو من الشخصيات الاشهر في عالم روايات اجاسا كريستي. شخصيه هيركول بوارو رغم ان هي شخصيه خياليه، بس اجاسا كانت رسماها بشكل واضح وصريح. تعال احكي لك كده عن وصفه. اتوصف في روايه جريمه في ملعب الجولف كالتالي: رجل ضئيل الجسم الى ابعد الحدود، طوله حوالي 160 سم، راسه بيضاويه الشكل، عينيه خضراء، وعنده شارب عسكري. هحط لكم صوره كده ليه هنا. بوارو كان شخص صارم ومهندم في نفسه كده، وعايش حياه ارستقراطيه. بوارو كان بلجيكي الجنسيه، وكان بيتكلم اللغه الانجليزيه بلكنه تميل الى الفرنسيه. وزي ما قلنا ان هو اتوجد في روايات كتير زي مقتل روجر اكرويد، او قضية ستايلز الغامضة، او موت على النيل. يقال ان الشخصية دي اقتبستها اثناء عملها كممرضة اثناء الحرب العالمية الاولى. ونفصل في محطتنا دلوقتي ان عايزة اقول لك رأيي عن روايات واسلوب واجاسا كريستي بوجه عام. يمكن الفتره اللي فاتت انا كنت بقرا بس عن اجاسا كريستي، وبقرا روايات بس عن اجاسا كريستي، فانا واخده اوفر دوز جرعه من اجاسا كريستي. يعني انا بشوف ان اجاسا دي كاتبه ساحره ومبهره لحد دلوقتي. بجد ما لقيتش كاتب قدر ان هو يكون عنده غزاره في الانتاج، يعني عدد كم هائل من الروايات دي يعمل روايات بالروعه دي. يعني حاجه مميزه وبرفكت جدا جدا جدا. اجاسا قدرت ان هي تكون التوب في عالم ادب روايات الجريمه. اسلوبها مش بس ان هو لذيذ وسلس، لكن كمان استخدامها للغه. كانت بتستخدم كلمات
قريبة ومناسبة للجميع، وده هتلاحظه لو قرأت رواياتها. أجاسا كاتبة ذكية هتقدر تضحك عليك كقارئ، اوعدك بده هيضحك عليك لانك مش هتعرف القاتل وهتقعد تلف حوالين نفسك طول الرواية، تلف 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 لحد ما تكتشف القاتل في اخر شابتر. اجاسا خيالها قوي ملوش حدود، رغم ان المحور الاساسي لكل روايتها هو جريمة، لكن قادرة ان في كل رواية تدخلك عالم مختلف وتعيشك تشويق واثارة مختلفين، كل رواية مختلفة عن اللي قبلها، وتخليك وانت بتقرأ كده عمال تجري 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 عشان عايز تعرف مين القاتل وتعرف حل اللغز. اجازة برضو اللي ميزها الخبرات اللي اكتسبتها لما زارت بلاد الشرق، وده ظهر في الروايات اللي الفتها في الفترة دي. اجازة برضو كإنسانة قصتها مختلفة، رغم ان هي في الاول تعرضت لجواز فاشل، لكن قدرت ان الجوازة التانية تكون فعلا مؤثرة في حياتها ككاتبة، وتكتسب من خلاله خبرات وتعيش حياة لحد وفاتها تعيش مع الشخص ده. فانت يا صديقي لو لسه ما قرأتش لأجاسا فانت لازم تقرأها، لان بجد فاتك كتير. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، تقرأ الأجاسا؟ بص يا صديقي، انا بقالي فتره عماله اقرا لها كده، فانا هقدر ارشح لك شويه حلوين تبدا بيهم. اكيد يعني زي ما قلت لك تبدا بيه ثم لم يبقى احد، تحفه التحف، او مثلا جريمه العيد، او اعلان عن جريمه، او موت على النيل، او مكتب روجر اكرويد. كفايه عليك دول، ابدا بيهم وابقى ارشح لك تاني بعدين. برضه يا صديقي كنت عايزه اقول لك حاجه تانية، ان اغلب الروايات دي متحوله لافلام، والافلام دي موجوده يوتيوب، فانت حاول كده تكتشفها وتشوف، هتلاقي ان انت غايبه عليك حاجات تحفه التحف. بس ودي كانت نهايه واخر مرحله في رحلتنا مع اجاسا كريستي. مش هخبي عليك يا صديقي ان الحلقه دي خدت مني وقت كبير في البحث وفي الكتابه وفي ان انا اقرا الروايات اللي برشحها لكم دي علشان يكون الترشيح صادق وبرفكتو، فانا بعتبرها حلقه للتاريخ. بس كده، لو عجبتك الحلقه واستمتعت بيها متنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وكفايه تقلوا واعملوا كومنتات. اشوفك على خير يا اسطى في فيديو جديد، وسلام.